اهلا بيكم. وخطوات حجز اراضي مسكن. خليك بقى عارف، احنا اتكلمنا على الاسعار واتكلمنا على حاجات، ايه هي بقى الخطوات ولازم تعرفها عشان خاطر حضرتك تكمل معانا من اول دلوقتي لغايه لما ان شاء الله تحصل على الشقه. خطوات الحجز واحده في الثلاث انواع: اكثر تميزا، متميزه، متوسطه. نفس الخطوات. اول حاجه خالص لازم تعرف ان الحجز بيبدا من يوم 1/4 حتى يوم 30/5. حتى يوم 30/5. رقم 2، لازم تخش على الموقع الالكتروني اللي انا هسيبه لك في الوصف بتاع الفيديو ده، وهسيب لك اللينك بتاعه وحضرتك تقدر تخش عليه. واول حاجه هتعملها لازم تطلع على كراسه الشروط. تنزل كراسه الشروط وتقراها كده بتمعن، وتحاول تشوف انت ناوي بقى تختار مدينه، قطعه ارض. تحاول تحدد كل حاجه بالتفصيل الممل، لان ده اللي هيوفر عليك ان انت تغلط. ولو غلطت في الموقع اكتر من مره ممكن يتعمل لك بلوك وما تعرفش تعمل الطلب بتاعك. يبقى اول حاجه الاطلاع على كراسه الشروط بالتفصيل، وتعرف كل التفاصيل اللي انت عايزها. رقم 3، بعد كده يقوم المتقدم انشاء حساب. يعني حضرتك تنشئ حساب على الموقع باسمك وبرقم بطاقتك وبرقم تليفونك. ولما تنشئ حساب، خش على الحساب اللي انت انشاته بقى باليوزر نيم والباسورد اللي انت عملته. خش استكمل بياناتك، طلب بقى اسم الزوجه، اسم الابناء، الحاجات دي كلها حضرتك الخطوه الرابعه الدخول على الحساب اهو، واستكمال بيانات التسجيل. انت سجلت حساب، عملت حساب، بس لسه بياناتك مش كامله. فانت لا، ده خش على الحساب. هيطلب منك بقى لو انت مثلا اسم الزوجه، اسم الابناء ان وجد، المحل، الاقامه والحاجات دي كلها. مش مهم، مش هتاثر حاجه في التقديم، بس مهم انها تكون موجوده. ده الحته المهمه جدا. رقم 5، لازم تختار قطعه الارض من على الموقع بقى. انت قعدت تدرس كراسه الشروط وذاكرت كراسه الشروط وحددت انت انهي مدينه وعايز انهي قطعه وانهي حاجه. تخش بقى تختار قطعه الارض المراد حجزها، والضغط هتلاقي زرار كده طلب حجز، على طلب حجز مبدئي. كده زرار اسمه حجز مبدئي. ثم تظهر ليك شاشه فيها قطعه الارض اللي انت اخترتها. انت حددت قطعه مثلا رقم 65 رقم 64 مثلا يعني. لما تدوس حجز مبدئي هيطلع لك القطعه ببياناتها، تدخل عليها برضو بياناتك، وهتدون عليها باقي البيانات، واختيار نسبه الاستكمال ده اللي احنا قلنا نخليها 100%. تاني حاجه ادخال بيانات السداد. ادخال بيانات السداد دي اللي حضرتك انت هتدفع عن طريق تحويل بنكي او حاجه، واسمك وتليفونك ورقم القومي. رقم 6، هتطبع استمارة الحجز اللي انت، ما انت خلاص دخلت بيانات، هيظهر لك خلاص كده تم حفظها. تروح عامل لها طباعة. وليه طباعة؟ عشان لما حضرتك تملاها وتوقع بخط ايديك وتكتب اسمك وتكتب الاقرار وتكتب التوقيع، حضرتك تصور هذه الاستمارة مرة اخرى وتعيد رفعها تاني على على الموقع. فاكرين الحاجات دي؟ كان يقول لك لازم توقيع عشان خاطر ما ينكرش ان هو اللي عامل الحاجات دي بنفسه. كنت لازم بقى تبعتها في خطاب مسجل. لا، دلوقتي بتنزل الورقه. طبعا في ناس عندها كمبيوتر وطباعه في البيت، طب ما فيش، روح سايبر. هتنزل الورقه تملاها بخط ايديك وتوقع، تكتب اسمك وتكتب توقيعك، وترجع تاني ترفعها على الموقع. اخر موعد للسداد يوم 30/5 الساعه 12 الظهر. طبعا واحد يقول لي احنا هنفتكر يا سيدي، اعرف المعلومه. رقم 8، يتم إرفاق استمارة الحجز بعد التوقيع والمستندات المطلوبة، زي مثلا زي صورة البطاقة بتاعتك أنت والمدام، شهادات ميلاد الأطفال، مش مطلوب حاجة تاني، صور بطاقة، شهادات ميلاد. ده تروح رافق ده كله ورفعه على الموقع، والضغط على تقديم طلب حجز اللي هي جدية الحجز، وتضغط على تأكيد الطلب بتاع القطعة اللي انت عملتها. ده بعد لما تعمل عملية التحويل، لان انت الطلب بتاعك مش هيتم تأكيده الا لما تحول على الطريقة اللي انت محددها، تحويل بنكي. تحول بقى الخمسة، ان كان بقى اكثر تميزا 350 زائد 1000 جنيه، والمتميزة 100,000 جنيه زائد 1000 جنيه، والتانية كام؟ التانية اللي هي 25,000 جنيه زائد 500 جنيه. تحول دول. اوعى حد يحول المقدمات، ما يحولش المصاريف الإدارية، مش هيتقبل الطلب. فانت تحول دول، يقول لك تم تاكيد
تم تأكيد طلب الحجز. طب هل في أولوية في الموضوع ده؟ لا مفيش. كل الناس هيخشوا مع بعض في باسكت واحد في نهاية ايه؟ التقديم. مفيش أولوية للي هيقدم الأول، وهيخشوا بنسب الاستكمال. ولو حصل إن في عدد معين خاص بنسبة الاستكمال دي، حضرتك هيتعمل عليه ايه؟ قرعة علنية. يعني انت مثلا 10 قدموا على القطعة دي وكلهم قالوا هندفع 100%، ده هيتعمل بين ال10 دول قطعة قرعة ايه؟ علنية. واتوقع ان هيبقى في اعداد بالمئات على كل قطعة. ولكن انت وحظك بقى، جات لك القطعة بتعمل الاستكمال، ما جاتلكش بتاخد ايه؟ فلوسك طبعا من غير المصروفات الإدارية. ده اللي احنا نقدر نقوله لك. واللي ممكن نقول لك ايه؟ لا ده انت خلي فلوسك، لان ممكن يعملوا ايه؟ اعلان تكميلي لقطع ايه؟ الاراضي مسكن 4. اعلان ايه تكميلي لقطع الاراضي مسكن 4. يا رب فعلا نكون بنحاول نوصل لكم المعلومه بكل صدق. في ناس يقول لك ايه؟ طب ما انا ما اقولش المعلومات دي عشان خاطر يعني العدد يبقى قليل. لان انا عن نفسي انا بفكر في ان انا احجز من هذه الاراضي قطعه ارض كاستثمار ليا. فواحد يقول لي طب ما انت كده بتكتر عدد الناس اللي ممكن ياخدوا قطع الاراضي دي. يا سيدي الرزق ده بتاع ربنا. انا بنقل لك المعلومه عشان الكل يستفاد وما ينسانيش بدعوه كويسه، وان شاء الله الدعوه دي تكون في سبب رزق ليا. ولكن انا بقى افكر، انا طبعا افكر واخش في القرعه معاكم ومفيش اي مشكله، واللي ليه نصيب فيها هياخدها واللي ملوش هارد لك المره القادمه. فالموضوع ما يزعلش جدا، والموضوع بكل صدق وبكل امانه انا بنقل لكم كل المعلومات اللي عندي. ما عنديش معلومه اخبيها، ما عنديش معلومه اديها لي مش عارف، لا كل المعلومات بحاول انقلها لكم. بس طبعا مش كلها بتبقى في حلقه واحده، بحاول ان انا اقسمها على حلقات عشان خاطر طبعا ما هي المعلومات كتير. فمش ممكن، ما ينفعش حلقه واحده انها ايه تحاول تلم كل هذه المعلومات المهمه جدا والخاصه بحجز الاراضي او حجز الشقق. يا رب نشوفكم بكل خير، ويا رب دايما نكون بنقدم لكم معلومات مفيده. شكرا لكم، والى اللقاء كل متابعينا الكرام.